بيقول لك حكام مباراه الاهلي وبيراميدز ما كانوش حكام، وكانوا من ضمن وفد سياحي في الغردقه، فالناس راحوا اتفقوا معاهم وجابوهم عشان يحكموا ماتش الاهلي وبيراميدز. والكلام ده المفروض مين اللي قايله؟ يعني جهاد جريشه. وطبعا عمرو الدرديري اخد الكلام ده من غير ما يتاكد منه، من غير ما يعمل بربع جنيه سيرش، او تقدر تقول ان هو ما كانش عايز يعمل بربع جنيه سيرش، لان الخبر ده جاي على هواه. فهو لو عمل بربع جنيه سيرش مش هينزل خبر زي ده. بس ازاي؟ لازم ننزل خبر زي ده ونعمل فتنه ونعمل تعصب ونقول ان الاهلي اهو بص الفساد وصل لحد فين. طيب هل جهاد جريشه بقى قال الكلام ده؟ تعال نشوف. المصري اليوم جهاد جريشه بينفي الكلام ده. اليوم السابع جهاد جريشه برضه بينفي الكلام ده. الوطن سبورت جهاد جريشه برضه بينفي الكلام ده. بس الفكره كلها ان انا لازم اعمل جدل واقول لك ان الاهلي يعني وصل بيه الفساد ان هو يتجاب له حكام مش حكام، وفي الاخر لما يجي يقول له انت مصدرك كان ايه، يقول له يا باشا السوشيال ميديا، وادي الخبر منشور على السوشيال ميديا، وادي. او لو اتزنق خالص يعني يقول لك اصل انا الاكونت بتاعي كان متهكر وصباح الفل يا باشا. ودي الناس الرياضيين، او ده واحد من ضمن الناس اللي موجودين يعني في الاعلام الرياضي، واللي للاسف كان بيطلع على قنوات رياضية معروفة.